السلام عليكم، صباح الفل يا جدعان. صباح مختلف جدا جدا جدا. قعدت حوالي 3 ايام او 4 ايام في تبليسي، انبسطت جدا. كانت اول تجربه سفر ليا ان انا اجي جورجيا اصلا، فكانت حاجه جديده بالنسبه لي. الحمد لله انبسطنا جدا. جيت فتره بالليل من تبليسي لباتومي، كانت مده الرحله 5 ساعات، كانت سعر التذكره 34 لاري. للاسف كان الجو بالليل ما قدرتش اوثق لكم اي حاجه، وكنت مرهق شويه بصراحه. بس اول ما جيت هنا وشفت الشوارع وشفت الجو، كميه طاقه وحماس غير طبيعيه. حطيت هدومي، خدت الشاور بتاعي وغيرت كل حاجه، نزلت قلت ما اشوف البلد دي فيها ايه. هي دي الشوارع الاوروبيه اللي احنا بنشوفها في الصور، هي دي البلد. لا، جو تاني مختلف مليون في المية. دي المدينه بقى، يعني زي في جورجيا البلد، جورجيا المحطه، هي دي المدينه. شوارع اوروبيه وجو رايق جدا جدا. فترات من المطر تتساقط، حتى كنت زعلان ان انا جايب لبس شتوي ومش هستخدمه، بس الحمد لله كده هحتاجه خلاص. فبادئين يومنا كده ان شاء الله كله حماس ونشاط لاستكشاف البلد دي والمدينه الجديده دي. صلوا على النبي وتنبسطوا معايا ان شاء الله. شايفين النافوره اللي ورايا دي؟ شايفين الجو؟ هو ده الجو يا جدعان. مش مخطط لاي حاجه، انا قلت بقى هنزل البلد دي هفرها اشوف فيها ايه بالظبط. تعالوا يلا نبدا اليوم كده، سخنين جدا، هنشوف هنعمل ايه. يلا. خطوات بسيطه في الشوارع الرايقه دي وهنوصل للبحر. مع ان انا مستمتع جدا، الشوارع جامده جدا، حاجه مختلفه. هي دي اوروبا او المفهوم الاوروبي، ده شكل الشوارع، ده شكل المدينه. ما عنديش مشكله لو الشارع اطول من كده، هفضل ماشي، انا مستمتع جدا. بس خلاص قدامنا خطوات بسيطه، يمكن انتوا شايفين اخر الشارع هناك، وهنوصل للبحر، نشوف الشاطئ، نشوف ايه اللي هناك بالظبط، وهوريكم المكان. خلاص يا جدعان بدات تندع، هي بتندع من بدري اصلا، يمكن انا اتغرقت خلاص، الدنيا كلها اتغرقت. بس قصدي بدات تندع على المناظر اللي احنا جايين نشوفها. لسه ماشي في الطريق من بقالي ما كملش 10 ثواني من ساعه ما وريتكم، بدانا نشوف المناظر دي. خليني اوريكم. شايفين البرج ده؟ فوق هنا زي كوفي او مطعم، حاجه زي كده، هنجربها ان شاء الله. وده اكيد فندق، وده اكيد مش عارف ايه، وده شكل المباني، شكل الشوارع، شكل كل حاجه. ده شكل انا مبسوط جدا. مكملين لسه بدري. شايفين الشنطه اللي انا لابسها؟ عباره عن ميه بس. الارض في اي مكان على الارصفه وكده بتزحلق جدا. شايفين الدوران ده؟ كله ورد، حاجه غريبه جدا بجد يا جدعان. انا ماشي مش عارف اعمل ايه، كل خطوه امشيها عايز اطلع الموبايل اصور، كل حاجه هنا عايزه تتصور. اوريكم حاجه، ابسط حاجه ابسط حاجه، مركز الشرطه بتاع المدينه هنا شكله عامل ازاي. بصوا معايا، ده المفروض بيسموه مركز شرطه، وده مبنى مش عارف ده ايه، وده برج مش عارف ده ايه، مش عارف دي ساعه ولا ايه بالظبط. ده في هنا زي مرجيحه، الناس بتركب هنا وتلف تقريبا. الشوارع كلها عايزه تتصور، انا مش عارف اصور ايه ولا ايه. شايفين هنا الحوار الكبير ده، وهنا شويه اعلام كده، جورجيا، معرفش مين اللي جنبهم دول. اوبا، اخيرا لقيت مسجد في البلد دي. انا كلمتكم على معاناتي في تبليسي ان انا ما قدرتش الاقي مسجد، وكل اللي كان موجود في تبليسي بار كازينو. الواحد زهق، وكان العيشه هناك بالليل ممله جدا، مفيش اي حاجه تقدر تعملها. واظن انا كلمتكم في فيديو عن كده، فلو ما شفتوهوش روحوا شوفوه. فالحمد لله اخيرا لقينا مسجد، يعني نجرب نروح ونصلي فيه ونشوف الدنيا عامله ايه كده. لسه مكمل. شايفين البرج ده؟ يا لهوي، انا اتغرقت. خلاص يا جماعه، المطر كده الحمد لله هدي، بقت يعني تندع تاني، رجعت من المطر شديد لان هي بتندع، اللي ممكن كمان شويه مطر شديد تاني، مش مشكله، انا مستمتع. بصوا بقى اوريكم البرج ده، تقريبا بيسموه برج الحروف. الصراحه انا مش من النوع اللي هو بيحب يقرا ويدور عن الحاجه واصلها ايه وبتاع، لا انا بحب اروح اتفرج عليها على الطبيعه، اشوف ايه الموضوع وخلاص. يعني ما بحبش، يعني مش مهتم قوي بالاساس التاريخي بتاعها، على قد ما مهتم بالمناظر الطبيعيه والجمال اللي ربنا خلقه، او الجمال اللي هو من صنع الانسان، اللي هو في الاول وفي الاخر كلنا كل ده بقدره ربنا الحمد لله، وعلم الانسان ما لم يعلم. فخلينا افرجكم عليه. تطلع فوق، شايفين الكرة اللي فوق دي؟ فيها زي مطعم وكافيه وحاجه زي كده، هنطلع نجربها ان شاء الله. بس دلوقتي مش وقت ان احنا نجرب، احنا دلوقتي في وقت استكشاف، نبص على الحاجه، كذا حاجه ورا بعض، نعرف مكاننا فين، نعرف شكلها ايه، مره واحده ناخدها ورا بعض بقى نفرهم كده. بص هنفرتك باتومي. ايه ده، حد سامعني؟ لا يفتكر ان انا ارهابي ولا حاجه. اوبا، وصلنا عند الشاطئ، وقبل ما اقرب له كده هو شكله من بعيد جامد قوي، ولقينا المنظر السينمائي ده هنتصور فيه. بس استنى ما نشوف، بس ناخد نظرة عن الجو الأول. هنا لسه مكمل ماشي اهوت، ما مشيتش كتير والله، أنا أصلا مش حاسس أنا مشيت قد إيه،
من كتر ما انا مستمتع بالمكان. الجو رايق قوي والسما لسه صافيه والبحر ده جميل. شايفين معرفش اللي ورا ده جبل، في هناك مركب والشاطئ جميل جدا. قبل ما اروح على الشاطئ واوريهولكم من قريب هنتصور على البتاعه دي، استنى اوريكم. جو جامد جدا. البتاعه دي متغرقه بس مش مهم. هنقع ولا ايه؟ يا سلام على الجو، يا الله. اول مره الواحد يتنفس اكسجين كده نقي كده. شايفين الروقان، شايفين الجمدان، شايفين اللي انا فيه، شايفين البلد عامله ازاي. خلينا ناخد صوره بقى كده، نشيل البتاعه دي. لا اتصورنا شويه صور في البتاعه دي رايقه يا جدعان. هنرجع لها تاني بعدين نكمل استكشاف. نخش على الشاطئ بالجو الجميل ده، نروح نمشي على الممشى الاخضر اللي الناس بتمشي عليه ده عشان ما يبقاش احنا الوحيد المختلفين يعني. شايفين الناس ماشيه ازاي الصبح كده مبسوطه، واللي بيلعب رياضه في الجو الجميل ده، حاجه اخر روقان. اوكي، انا كواحد من الناس اللي بتحب تاخد تذكار كده من البلد، احتمال اخد شكل الزلط هنا غريب الصراحه. احتمال باخد كده اشكال مختلفه. ده مش هبل، بس انا بحب احتفظ بالحاجه كسوفونير كده. دخلنا على الشاطئ، الامواج جامده جدا. بصوا معايا، انا مش هقص اي حاجه في الفيديو ده، في اللقطه دي مش هقص اي حاجه. مشوا معايا كده لحد الشاطئ. بصوا سامعين الصوت؟ لا خلينا اكبر. يا الله سبحان الله، شايفين الموج عامل ازاي؟ شايفين ده ايه؟ الاحساس ده بجد نفسي اجربه من زمان قوي. لسه اليوم بيبدأ، لسه ما عملناش حاجة. لاحظوا ان الفيديو ده هيختلف ان شاء الله مليون في المية عن الفيديو بتاع تبليسي، مع اني انبسطت فيها جدا. مناظر طبيعية سبحان الله هناك، بس هناك البحر كان ميته عكرة شوية زي ما وريتكم. بس انا بعشق حاجة اسمها بحر يا جدعان. حطني في مكان فيه بحر مع مناظر طبيعية زي دي سبحان الله، هوريها لكم دلوقتي. خلاص ممكن افضل في المكان ده، ما احبش ان انا اطلع منه. فانا شايف حتى طريقتي في الكلام متغيرة بسبب كمية حماسي بجد البلد. لا كأني سافرت من بلد لبلد. يا الله، شايفين الجبال اللي ورا دي؟ شايفين اصلا السحاب تحسه يعني واصل للجبل. فمش عارف اذا طلعنا الجبل نلحق السحاب ولا الجبال دي ارتفاعها ايه بالظبط، انا ما عنديش فكرة الصراحة. فتلف كده جبال، مناظر، مباني، بحر، تلاقي نفسك في دوامة من المناظر الطبيعية اللي خلقها ربنا. حاجة قمة في المتعة والجمال. مكمل انا ماشي بستكشف بس. مشينا شويه من عند الشاطئ وجينا هنا ووصلنا عند تمثال علي ونينو الشهير. منظر خرافي. التمثال ده شهير جدا في باتومي، او يعتبر من معالم باتومي، وله قصه غالبا ان هو في قصه حب بين الاتنين دول. بس المنظر روعه. التمثال ده بيتحرك لحد ما بيوصلوا ان هم في مرحله ما بيتداخلوا ما بين بعض كده وبيعدوا من بعض. هديكوا فيديو كده تايم لابس اوريكم الموضوع. بحاول اخد منظر سينمائي بس للاسف جه في وشي. بهدلت واتغرقت، بس انا مبسوط جدا. صوت الموج جامد جدا جدا. شايفين الناس كلها مبسوطه، الناس كلها سعيده. كل هناك بتلعب وكلاب والناس بتلعب. في ناس هنا كانت بتصطاد من شويه. عالم تاني بجد.
اصل انا هاخد اللقطه، يعني هاخدها هجرب تاني ان شاء الله، بس شويه كده الموج يهدى. المشكله عندنا في بلادنا شغل التدخل شويه. لو تلاقي حد مثلا كبير في السن او ايا كان، راجل ست ايا كان هو ايه، لابس لبس شبابي شويه، بيعمل اي حاجه بيحاول يبسط نفسه طالما هي مش غلط، تلاقي الناس بتبص له، شوف الراجل بيعمل ايه، الراجل مش مكسوب من نفسه. فده شغل الحشريه شويه مضايق علينا وخانق الناس بطريقه كبيره جدا. لو احنا سيبنا بعض في حالنا هننبسط بشكل كبير جدا زي ما كل الناس في البلاد دي بتنبسط، هما مش احسن مننا في حاجه. خلونا نجرب المكنه دي كده نشوف هنعمل ايه. Not good enough. Okay, one more try. Okay. 900, huh? Oh, high school. Okay. Oh no. Shit. Very bad. ايه رأيكم في المكنة اللي ورا دي؟ على فكرة الموضوع يبان سهل بس هو مش سهل. البتاع الكرة اللي بتضرب فيها هي مش حاجة جامدة في ايدك ممكن تقلش منها. انا في المرة التانية قلشت مني. اول مرة جبت 900 تقريبا، اعلى واحد جايب 900 حاجة و20، فيعني قريب يعني. المرة الجاية نجرب تاني ونحاول نعديه. فاعتقد ان الدنيا بدأت تزحم. انا جاي هنا من بدري، كانت الساعة 7 أو 8 مش فاكر، ما كانش فيه اي حد. خلاص الدنيا بدأت تزحم، المحلات بدأت تفتح. في محلات بتبيع سوفينيرز، محلات بتبيع اكل، محلات بتبيع حاجات مختلفة. خليكم في فيديوهات تانية ان شاء الله تستكشفوا كل الاماكن دي. بس اعتقد ان الفيديو ده ما ينفعش يزيد عن كده. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو، اديني رايكم في التعليقات. يهمني جدا انكم تشوفوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. تجارب كتيره، مغامرات كتيره حلوه جايه. خليكم معايا، تابعوا اللي جاي. سلام.